مساء الخير. انا بخاطب الرئيس بتاعنا، بتاع بلدنا، عبد الفتاح السيسي، الراجل اللي ما يرضاش لبناته بالبهدله. بناتك بتتبهدل يا ريس. صحفي ضحك عليا واذاني وسلب شرفي وعرضي، خد كل اللي ورايا واللي قدامي. اسمه عجيل ثابت علي القحفة. انا صحفية تعرفت عليه بحكم الشغل، اتجوزني عرفي وقال لي هديكي كل اللي انت عايزاه ومش هسيبك، ولما اسافر هبعتلك كل اللي انت محتاجاه. خد ورث امي وخد كل اللي ورايا واللي قدامي وسابني على البلاطة. حتى ابنه كنت شغالة خدامة ليه، بخدمه وراعيه واعتبرته زي ولادي مع اني ما عنديش ولاد. بعد ما خدمته 5 شهور ضحك عليا وقطع الورقتين وسافر، مش عارفة اوصله. خد كل اللي ورايا واللي قدامي وضيع مستقبلي. دول اليمن، دول الرجالة، دول اللي بنقول اخواتنا من دمنا ومن بلدنا وبلدنا بلدهم. اليمن مش رجالة، اليمن مفهومش رجالة. مفيش بنت ترتبط بيمني تاني ابدا ابدا. كلهم اندال واوساخ وغدارين، وما ينفعش يدخلوا بلدنا. مين هيجيب لي حقي منه؟ انا عايزه حقي. ضحك عليا وخد كل اللي ورايا واللي قدامي وضيع مستقبلي وشغلني خدامه لابنه، وفي الاخر سافر. وادي جواز سفره. ما كنتش عارفه اتكلم بقالي فتره عشان كان مهددني، بس انا عايزه حقي. ادي جواز سفر. عايزه حقي، عايزه فلوسي. فين رئيسهم؟ فين رئيسهم؟ فين العدل وفين الحق؟ دول رجاله اليمن، ومش اول حد يعمل معاه كده. وانا ما كنتش اعرف. ده اغتصب بنت صغيره عنده 3 قواضي اغتصاب. اديها اهي. لما عملت بحث عنه بعد ما اتهرب مني اكتشفت ان هو مغتصب بنت صغيره. انا مش اول حد يضحك عليه. بينزلوا بلدنا يستغلونا واحنا بنستضيفهم وبنعتبرهم من دمنا واهلنا. ليه؟ الناس اللي زي دي ما ينفعش يخشوا بلدنا تاني. يا ريسنا، بناتك بتتبهدل من ناس اغراب. انا عايزه حقي، عايزه حقي، ومش هتنزل عن حقي. وكل اللي عمله فيا هردهوله. ومصر مش هفيه لاي حد. واليمن دول ازبل خلق الله. ما ينفعش يخشوا بلدنا، ما ينفعش يتعاملوا معانا. كفايه اللي هو اذاهوني. ضيعلي مستقبلي وخد كل اللي ورايا واللي قدامي. خد شرفي وعرضي، كل حاجه كل حاجه.